البنت دي قاعده في مصر. اي مكان لو مستنيه هم يقولوا مش دعوه. طبعا بنبص الطريق الجميل. هنا الجميل. أنا بصور لكم في بير مسعود وسوق الخيل بقى، واللي بيحب يركب خيل حسينة. كده بير مسعود. بس عايزة اقول لكم ان ده بير مسعود. ده اي حد بيجي اسكندرية بيبقى حابب يعرف بير مسعود فين. هو ده كده بير مسعود. شكل المية وهي طالعة جميلة، صوتها جميل كمان. مش عارفة ايه كل الشباشب دي بتاعت مين مش عارفة، بس اكيد يعني بتاعت المصيفين. لما كان بقى في مصيفين وكده الشباشب المية بتاخدها وكده وبتحدفها. بصوا هنا كده كان المكان ده كله كده خاص بنادي اسمه نادي السيارات. طبعا هو مازال خاص بيه، بس لسه بقى مع تجديدات الطريق اللي بتتعمل ووسع الطريق وكده مش عارفين بقى الحته دي هتبقى من ضمن توسيع الطريق وكده ولا لسه. بصوا لسه الشمس لسه ايه هتغرب، يعني لسه بدري. بصوا هنا كده الناس اللي هي بتصطاد. بصوا هنا الحاج بيصطاد ازاي، بيعمل عجينه وبيحدفها السمك يجي ياكل يقوم ايه داخل في السناره. واللي هناك ده معاه طعم، ده معاه طعم. هنا انت بتعمل ايه بقى قول لنا؟ انا بزفر بالعيش عشان اجمع البوري. تمام. لما بصطاد البوري لازم اصفر له باش اجمعه الاول. تمام. يعني مش انت بترمي العيش بس عشان السمك يجي وانت تصطاد؟ بالظبط كده. كده بيجي بجمعه. تمام. تقوم انت بقى حاطط طعم في السناره. ايوه.
وتصطاد. وفطار. تمام، الله يرزقك ويحنن عليك يا رب، ربنا يرزقك، الله يرزقك. السلام عليكم، السلام عليكم، بصان طيب، سلام. طيب. زي ما سمعتوا هنا مع الحاج. اسم حضرتك ايه؟ اسمي اه ابو مينا. ابو مينا، اهلا وسهلا بيك. أهلاً بيك. اهلا وسهلا بيك. زي ما سمعتوا كده مع طبعا سألته اسمه ايه، قال لي انا اسمي انطون وهو مقدس. طبعا كلنا اخوات مسلمين مسيحيين، احنا كلنا اخوات. نحب نقول لهم طبعا عبر الفيديو دوت كل سنة هم طيبين، سنة سعيدة عليهم يا رب، وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب، وعلى الناس كلها. تاني بتصطاد بإيه؟ بنقعد جمبري. عشان تطلع بطاطا وكده وأي حاجة ربنا يرزقك بيها، اي صح؟ حاجه ربنا يرزق بيها، بطاطا او سرابيل. تمام، الله يرزقك، الله يرزقك. أحب أقول لك كل سنة طيب بمناسبة السنة الجديدة، عام سعيد عليك يا رب إن شاء الله. اللهم امين يا رب ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنا كله واقف بيصطاد. هو هنا كمان يعني شايفين المنظر عامل ازاي هنا كده، احنا عند بير مسعود بالتحديد كده، احنا عند بير مسعود. تمام كده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش باللايك والشير واي كومنت بقى. خير. شكرا. انا صياد وشاعر، خلي بالك. اهلا وسهلا. اهلا مش هتقدري وسهلا. عليه، خلي بالك. ليش احنا؟ خش عليه كده. اكيد طبعا اكيد. لا صحيح شاعر. روحي له هناك وصوريه وشوفي الدنيا فين. يلا. حابب تطلع معانا؟ الامر لله. شغلانه دي حوالي 5 سنين يعني. استنى بقى اما اصور وانت بتتكلم. هون ما كانتش تقولها مباشره، ايوه. كانت تبعت له بوست عباره عن شفايف بتعمل البوسه يعني. وانا مريض سكر وممنوع من العسل. لكن لما بتبقى شابات صغيره وكده وعايزه تعيش اللحظه بتاعتها، انا بقول لها بوكسك عسل وانا اه عندي هبوط سكر اه ومحتاج للعسل، ولو حصل بينا لقعه هشبع قلبك كلمات غزل. شفايفك شفتين فراوله بيقربوا وقت السكوت، ولما يبدا عزف صوتك. قولها بقى تاني من الاول، بس اعدي بقى شفايفك دي. طب خدي غير ما انا عشان انا مسجلاها. غير. لا انا سجلتها خلاص، انا سجلتها. انت ما كملتيهاش. ايوه. تيجي منين طيب سلمى؟ اللي هي ايه هي شفايفك مش عارف ايه كده، انت قلتها شفايفك ايه؟ بقك عسل وانا عندي هبوط سكر. استنى، ايوه ابداها تاني من الحته دي.